السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ وتجارب مع مروة. اليوم راح نشارك معكم قاطو نتاع جوز الهند لعشاق جوز الهند، على بالي راح تبغوه بزاف. وهذا القاطو راح يجيب حشو بزاف بنين وبزاف خفيف، واهم من هذا الشيء اقتصادي نوعا ما. وما تنساوش باش تصلوا وتسلموا على رسول الله. تبعوا معايا المقادير. راح نحتاجو 250 غرام من الزبدة او المارغرين بدرجة حرارة المطبخ، لازم تكون طرية هكا باش تعاونكم في الخدمة، ورشة من الملح، وكأس الا ربع من السكر كلاصي لازم تغربلوه، وربع كاس من الزيت، وحبة بيض زائد صفار، وراح نضيف لافاني، ونخلطوا كامل المكونات مع بعض هكا باش يتضاعف لينا الحجم نتاع الزبده، وزيد يدخل لينا هذاك الزيت والبيض مع بعض كامل في الخليط. ومن بعد راح نضيف 2 مغارف كبار من جوز الهند، كنت سبق ورحيتها في الاشوار باش يجيني رقيق شويه. وراح نضيف 2 مغارف كبار من المايزينا، ونزيد ندخل كامل جوز الهند مع المايزينا مليح في الخليط. ومن بعد راح نضيف الفرينة تدريجيا. ضفت 2 كيسان وملعقة صغيرة من خميرة الكيميائية، ونبدأ نلم في العجين بالأصابع. دايما لاباط صابلي ما نعجنوهاش، لموها بالأصابع فقط. ومن بعد راح نضيف الكاس الثالث، وفي الكاس الرابع راح نضيفه تدريجيا ونشوف شحال راح تديلي. نتوما قادره تديلكم اكثر وقادره تديلكم اقل، يعني على حسب الفرينه، كاينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. ودات لي حوالي 3 كيسان وربع من الفرينه، وما تنشفوهاش بزاف لاباط، لانه من بعد ما تفوت عليها 5 دقائق راح تزيد تشرب وتجيكم يابسه. من الاحسن خلوها طريه شويه، ودائما غلفوها بساشي ولا بابي فيلم هكا باش ما تزيدش تنشف لينا ودير لينا القشره. ومن بعد راح ندي قطعه قد ما نخدم، والباقي نرده في الساشي. وباستعمال كيس غذائي راح نحاول نفتح العجينه، ما ترشوش الفرينه، لانه كان ترشوا راح تزيدوا تنشفوها اكثر واكثر. يعني خلوها هكا طريه وفتحوها بالساشي، راح تجيكم سهله. وحتى باش ترفدوا الحبه تاعكم، يعني بعد ما تطبعوها راح تجيكم بزاف سهله، خصوصا المبتدئات. وخيروا اي طابع تفضلوه. انا فضلت المثلث، راح يجي بزاف شباب مع جوز الهند. وباش تكون عندكم حبة قد خوتها، يعني يجوكم كامل كيف كيف، لازم كي تطبعوا ما تحركوش يديكم، تخلوها يعني كيما راكم تلاحظوا في الفيديو، يعني راني نطبع فقط ونرفد المول، هذا ما كان. وكنت ديجا مسخنه الفرن، طيبوها من التحت ومن بعد خلوها تدي تحميره خفيفه من الفوق. كيما تعرفوا الصابلي ما يجيش حمر، يعني باش تتاكدوا باللي طاب هذا ما كان. وخلوه يبرد ومن بعد نكملوا بقيه المراحل. وفي كريمة الزبدة راح نحتاج 2 مغارف كبار من الزبدة، لازم تكون طرية، و3 مغارف كبار من جوز الهند. وراح نلم كامل الخليط بالنسلي. هنا النسلي ديروا على حسب الكمية اللي درتوها. هنا ضفت 5 مغارف، ومن بعد زدت يعني حسيت مازال خصها. وتبغوا تضربوها بالفوي ولا بالباتر، انا فضلت بالباتر هكا باش تجيكم العمليه في الساع، يعني تجيكم سهله، وزيد راح تتجانس معاكم مليح. ومن بعد ضفت عليها ملعقه كبيره من الزيت، ما راحش تجي كامل فيها بنة الزيت، راح تجي خفيفه وتجي يعني القوام تاعها كريمي. وضفت 2 مغارف كبار من بودرة شونتيي، وتقدروا تعوضوها بالسكر كلاصي اذا ما كاش متوفر عندكم، يعني عادي تعوضوها بسكر كلاصي ماهيش مشكل. وملعقه كبيره من كونفيتير نتاع مشماش، هذا تاني اختياري، ولكن راح يمد لكم بنه ما شاء الله، يعني راح تجي فيها واحد البنه تدرج كامل ديك البنه نتاع الزبده. وتقدروا تضيفوا لو زاست سيترون، راح يجي بزاف بنين ويعني يتمشى بزاف مع جوز الهند. لكم الاختيار، يعني هنا زيدوا نقصوا كيما تبغوا. وراح نديرهم في بوشادوي هكا باش تجيني الخدمه سهله. وراح نضيف 2 مغارف كبار من شوكولاته الطلي، يعني دات لي 2 مغارف فقط، وعاد هاد الشيء وشاط منه يعني حوالي ملعقه ونصف، هذا مكان. ونبدا نعمر في لي صابلي تاعي بهذه الطريقه، يعني دائما كريمه الزبده تجي في الجوانب، والداخل تحشوها باش تبغوا، وتقدروا تخلوها كامل كريمه الزبده، لكم حريه الاختيار.
وفي 250 غرام من الزبدة قطعت لي حوالي ما بين 38 حتى ل 42 حبة، يعني على حسب نتوما كيفاش طبعتوها، اذا درتوها بسمك رقيق ولا سمك غليظ يعني راح تقطع لكم كمية ما شاء الله. وتقدروا تغيروا في الحشو، تقدروا ديروا نيسلي كراميل ولا نيسلي عادي ولا شوكولا اتارتيني كيما درتها انا، راح تجي بزاف بنينه. ومن بعد راح نفيني الحبه يعني بهذه الطريقه، حاولوا ما تضغطوش عليها بزاف هكا باش ما تتكسرش، ونخلوهم في الثلاجه بلا ما حضرنا كريات الثلج او ليتخيف. راح نحتاجو كاس جوز الهند مع النسلي. هنا النسلي في الاول ديت حوالي 3 مغارف كبار، ومن بعد نبدا نضيف تدريجيا حتى نتحصلوا على خليط يعني اللي نقدروا نتحكموا فيه. وكريات الثلج في هذه المرحله لازم تخدموهم قبل ما تقلاصوا الكاطو تاعكم باش تجيكم الخدمه سهله. يعني كل ما تشوفوا الكاطو تاعكم بدا ينشف شويه تحطوا عليه هذوك الكريات، راحين نشوفوها في الفيديو، وديروهم كامل في نفس الحجم. اذا ما قدرتوش عينكم ميزانكم تقدروا تخدموا بالميزان، وتقدروا بعد ما تكملوهم كامل ترمدوهم في جوز الهند. انا فضلتهم هكا سامبل. ومن بعد رايحين نروحوا للكلاصاج. هنا ديت حوالي 400 غرام من الشوكولا البيضاء من دادا، وراح نحاول نقطعهم بهذه الطريقه باش بالخف تذوبلي وما راحش تدي معايا بزاف الوقت. ومن بعد ما تذوب لي الشوكولا راح نضيف عليها حوالي 3 مغارف كبار من الزيت، ولا تقدروا تزيدوا الملعقه الرابعه يعني على حسب نوعيه الشوكولا. ونبداو نقلاصوهم بالطريقه العاديه يعني بواسطه فرشيطه، ولا تقدروا تخدموا بالكيغدون كيما موالفه نخدم بهم، ونخلوها تتقطر مليح حتى تشوفوها نشفت شويه. من بعد رايحين نرمدوها في الجوز الهند، يعني نرمدوا الاطراف فقط. وهاد العمليه بزاف سهله، احسن من اللي حتى تنشف لكم الشوكولا ومن بعد عاد تفوتوا على هذوك الاطراف بالبانسو ويكون معاه كميه من المربى او الكونفيتير، راح تجيكم الخدمه بزاف صعيبه، ويعني راح تعاودوا تخدموا من دار وجديد. من الاحسن ديروا هذه الطريقه راح تكون بزاف سهله كيما راها موضحه في الفيديو. ومن بعد زيدوا لصقوا عليها هذوك لي تخيف اللي سبق وخدمناها مع بعض هكا باش يجي الديكور تاعها بزاف شباب، وما تضطروش باش تعاودوا تذوبوا الشوكولا باش تلصقوهم، يعني هذاك علاه قلت لكم لازم تخدموهم بكري. ومن بعد نخلوهم يبردوا ونديروهم في الفينه ونقدموهم مع بعض. وهذه هي النتيجة النهائية بعد ما ضفت ليها كمية من لافيدور أو الورقة الذهبية. حسيت مازال خصتها لمسة وجات ما شاء الله شكلا ومذاقا تحسبوا رواحكم راكم تاكلوا في حلوة الهف، بزاف خفيفة وبزاف بنينة. وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش باش تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.